أهلا بكم مجددا في قناتنا. بتمنى تكونوا دايما بخير. في قاموس النادي الأهلي مفيش مستحيل، ومباراة الوداد الفوز بيها في الإمكان، وكمان الأهلي عنده الأفضلية. الأهلي عنده فرصتين: الفرصة الأولى إننا نكسب بأي نتيجة، والفرصة التانية إن الأهلي يتعادل بأي نتيجة عكس الوداد، اللي لا يمتلك إلا فرصة واحدة وهي الفوز بفارق هدف نظيف. تالت حاجة وأهم شيء، يا ريت ما نصدرش اللعيبة إن إحنا رايحين وهنتظلم من التحكيم، وأجواء الملعب هتكون أشبه بحرب. الكلام ده غير مقبول بالمرة. البطل الأهلي بطل، والبطل بيلعب في أي ظروف وتحت أي ضغوط، والمباراة 90 دقيقة وأنت بتلعب على أكتر من فرصة: الفوز أو التعادل. والضغط الأكبر هيكون على لاعبي الوداد، وأنت تقدر تجاري المباراة على حسب قدراتك الفنية وتصميمك على تحقيق البطولة وأدائك الرجولي في الملعب. والفريق البطل اللي عايز البطولة ما بيفكرش هيلعب مع مين ولا هيلعب فين، بيفكر في المكسب وبس. وإن شاء الله يوم الأحد الأهلي هيرفع الكاس. الأهلي قادر يعدي، ولما قالوا الأهلي صعب يتأهل بعد الخماسية من صن داونز وتلاقي الأهلي في النهائي، يبقى هو ده الأهلي. ولما قالوا صعب تكسب القطن على أرضه وتكسبه برباعية، هو ده الأهلي. ولما قالوا صعب تكسب الهلال السوداني وتكسبه بنتيجة كبيرة، هو ده الأهلي. ولما قالوا صعب تعدي الترجي وفرق شمال أفريقيا بتعرف تكسبك فتروح تكسبه 3 على أرضه وتتأهل من أرضه، يبقى ماتش العودة بالنسبة لك نزهة رياضية، هو ده الأهلي. ولما قالوا صعب تحافظ على شباكك نظيفة أمام الرجاء وجماهير المغرب صعبة جدا فتروح تعمل ماتش كبير والرجاء يقف عاجز أمام إصرارك، يبقى هو ده الأهلي. وهنا في كلمة للاعبين: تذكروا أننا بنلعب أمام نادي كبير في نهائي كبير، وهم أيضا سيلعبون أمام نادي أكبر من أي كبير، وعندنا الفرصة للفوز بالبطولة أكتر من الوداد، سواء بالتعادل أو الفوز. وكل البطولات اللي الأهلي كانت صعبة وفاز الأهلي بيها، والحمد لله لاعبي الأهلي وصلت لمستوى عالي يجعلنا نثق فيهم ونشجعهم ونحفزهم حتى يعودوا بالكاس. جمهور الأهلي العظيم، احذروا احذروا إعلام الطبالين وهزاز الرؤوس جيدا، ولا تتركوهم يشعلون الفتنة ويجعلوهم عبرة فهم بلا ضمير. المعادلة هي تحفيز لاعبين زائد ثقة في كولر بتساوي البطولة ال11. احنا الأهلي بنحترم الجميع ولا نخاف أحد. الأهلي بيفوز بالبطولات فقط بجماهيره، فالأهلي تعود الصعوبات فعاد دائما وأبدا بالبطولات. نروح بقى على المنتخب القومي. أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر عن قائمة المنتخب. قرر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب استدعاء محمد رضا وبوبو وغنام محمد لاعبي وسط فيوتشر للمرة الأولى، وضمت قائمة المنتخب 28 لاعب بالمحترفين استعدادا لمعسكر يونيو الجاري. وتواجد في القائمة رباعي المحترفين: محمد صلاح، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، وعمر مرموش. وعاد إلى قائمة المنتخب كل من حسين الشحات وياسر إبراهيم ومحمود تريزيجيه بعد غيابهم في توقف مارس اللي فات. وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي: حراسة المرمى محمد الشناوي، محمد صبحي، ومحمد أبو جبل. خط الدفاع محمد هاني وهشام صلاح وأحمد رمضان، ياسر إبراهيم، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد حمدي، أحمد فتوح. خط الوسط مروان عطية، مهند لاشين، حمدي فتحي، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوب. خط الهجوم محمد صلاح، مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ريان، مصطفى محمد. طبعا منتخب مصر بيستعد لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو المقبل في المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا، ويستضيف ملعب مراكش بالمغرب مواجهة مصر ضد غينيا بسبب عدم اعتماد ملاعب غينيا من قبل كاف. ويتبقى المنتخب مصر مباراتين: أمام غينيا خارج ملعبه، وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أفريقيا 2023 في كوت ديفوار. وبيتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات ب9 نقاط بالتساوي مع غينيا، يليهما ملاوي وإثيوبيا ولكل منهما 3 نقاط. نروح بقى على الدوري السعودي. قالت قناة الإخبارية السعودية يوم الأربعاء أن نادي الاتحاد جدة أنهى صفقة ضم الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي بنجاح. وكان في تقارير كتير قالت يوم الثلاث إن نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي
قدم عرض خرافي للتعاقد مع كانتي، وقالت قناة الإخبارية أن اتحاد جدة أتم إجراءات ضم كانتي لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي. والصفقة دي هي الصفقة الثانية لنادي اتحاد جدة خلال ال 24 ساعة الأخيرة بعد ضم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد. وبكده بنوصل معاكم لنهاية الفيديو. بتمنى من ربنا لكل من شاهد الفيديو أن يكونوا دايما بألف خير.